يوم القيامة تخيلوا معي كلكم، إذا وقفت يوم القيامة تنتظر أعمالك تدخلك الجنة، وترى صلاتك ميزانها عادي وصيامك ميزانها عادي وحسناتك توزعت غيبة ونميمة وفي مشاكل واجد، لكن يجيك ميزان ضخم كبير مليء بالحسنات. ما هذا يا رب؟ قال هذا ميزان صبرك على قضائنا وقدرنا. لما تشوف المصيبة اللي جاتك انت يا اختي يوم مات ولدك، صبرك وانت تتقطعين من الداخل، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يقول النبي يصب الاجر على الصابرين يوم القيامة صبا، يعني صلاتك تاخذ عليها عدد حسنات معينة، والله يضاعف لما يشاء طبعا. الصيام تاخذ عليه حسنات معينة، الصدقة، إلا الصبر، فيوم القيامة يصبون عليك الأجر كما يصب عليك الماء وأنت تستحب، يصب عليك. فاصبروا، يوم القيامة ستشعر بلذة يذوب هذا كله أمام رحمة الله. إذا قال لك الله سلام عليكم ايش؟ بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلوا جنتي لأنكم صبرتم على أقداري، لأنكم رضيتم بما كتبت لكم حتى ولو لم ترى أثر ذلك في الحياة الدنيا. ولذلك وآخر دعواهم ايش؟ أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر دعواه أهل الجنة، الحمد لله على قضائك، الحمد لله على قدرك. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا رب، رضيت ولا ما رضيت؟ قالوا ما نرضى. قد غفرت لنا وعفوت عنا وأدخلتنا جنتك. قال لا، في أمر وعدتكم فيه. وما هو يا رب؟ قال إني أستزيركم، أنا بزوركم الآن، باقي ترون الله تبارك وتعالى. فإذا رأوا الله سبحانه وتعالى قال هل رضيتم؟ قالوا رضينا. هذا هو معنى قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.